بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. ده يا حبايب قلبي الغدا بتاعنا النهاردة. أه حاجة كده تشكيلة كوكتيل. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه يا قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بتوحشوني كتير اوي 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 من الفيديو للتاني. يا رب يا حبايب قلبي يديم المحبة بينا ما بين بعضينا، ونكبر اكبر واكبر، ونبقى عيلة كبيرة واخوات كده في الله على اليوتيوب. مش بس يا حبايب قلبي اخوة في الحياة، اخوة شقايق، لا احنا المسلمين كلهم اخوتهم في الله. يا رب يا حبايب قلبي ما يحرمنيش منكم، وتتفاعلوا مع القناة شوية، والقناة مش هتكبر إلا ليكم وبيكم. القناة من غيركم ملهاش أي وجود. القناة من غيركم ميتة، مفيش حد هيحييها إلا انتوا. فياريت يا حبايب قلبي فضلا من سيادتكم تتفاعلوا مع القناة شوية، وتعملوا لي لايك، لأنه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. تعملوا لي كومنت كده جميل من ايديكم، ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة. قولوا امين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى حيرة ما بعدها حيرة. طب هنعمل ايه لحد الساعة 4؟ لحد الساعة 4 العصر مش عارفة اعمل ايه اكل. دخلت المطبخ، فتحنا التلاجة، قلنا ندور كده نشوف فيها ايه. لقينا فيها نص قرنة بطاية، كنت جايباها الاسبوع اللي فات، عملنا نصها فاضل نصها. انا عندي في اللي بياكلوه وفي اللي ما بياكلوش زي العادة. رحنا جبنا القرنة بطاية، غسلناها وقطعناها، حطيناها في حبة مية سخنين. العصيان بتاعتها اللي من تحت حبايب قلبي دي بقطعها وبسلقها معاهم، بس ما بقلهاش معاهم. دول يا حبايب قلبي باخدهم عندي حبة مش كده بلدي في بطرمان صغير. بعد ما بسلقهم بحطهم فيه. لو عندي قشري برتقان برضو بقطعه وبديله سلقة خفيفة، بس بنزل المرارة اللي فيه، وبسقطهم في المش او فلفل او ليمون، اي حاجة بيقبل اي حاجة. نظرا ما ان الجبنة غليت، الجبنة الفلاحي غليت جدا، كيلو وصل 45 جنيه حاليا. فممكن احط في المشاي، احط ليمون، احط حبة فلفل زايدين مني كده قرنين 3، ما برمهمش الحمد لله. دايما يا حبيبتي لازم يبقى مكانك نظيف عشان تعرفي تشتغلي. طول ما المكان بتاعك نظيف هتعرفي تشتغلي تحسي انك خفيفة وتحسي براحة كده. هنجيب بتنجانية جنبيهم هنقطعها، وهنرش عليها حبة ملح، وهنسيبها كده مع نفسها تدبل. ونزلنا رحنا جبنا لحمة. اللحمة عندنا وصلت 180 جنيه، مع ان لسه الاسبوع اللي فات يوم الاربع اللي فات بالظبط كانت ب160 و170. يعني حبايبي في ناس بتبيعها ب160 وفي ناس بتبيعها ب180. ربنا يعافينا ويرحمنا يا رب من اللي احنا فيه. ربنا يعافينا ويعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله. مش عارفة حبايب قلبي، طب الناس تعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ الناس تخزن ايه ولا تخزن ايه بالظبط؟ واللي هتخزنه ده هيفضل معاها يعني قد ايه وقت؟ واللي معاه عيلين 3 ويعني رزقه محدود وعلى الله. بس حبايب دلوقتي جبنا من برضو كام قرن فلفل رومي على شطة، برضو هنبقى نقليهم، نغسلهم ونسيبهم يتصفوا، لانه بيبقى طبعا احيانا في تراب في رملة من ايد لايد. الناس اللي بتنقض وبتنقي بقى لازم تغسلي الحاجة دلوقتي، مفيش حاجة. الحاجة دلوقتي كلها بقت مغشوشة، الحاجة كلها الا ما رحم ربي بقت مغشوشة. علبة النسكافيه دلوقتي كبيرة والصغيرة بقت مغشوشة، الشاي بقى مغشوش،
مش عارفة يعني، استغفر الله العظيم يا رب. الناس الناس مش عارفة تعمل ايه ولا ايه. انا يا حبايب قلبي بقول لكم يا ريت تعملوا لي لايك، يا ريت تتفاعلوا مع القناة شوية، يا ريت ما تحرمونيش من كومنت كده من ايديكم. اللايك يا بنات، اللايك ثم اللايك ثم اللايك. اللايك ببلاش والكومنت ببلاش، ما بتدفعش فيه فلوس يا حبيبة قلبي. هتكتبي كومنت كده حلو تجبروا بخاطري فيه، ربنا يجبر بخاطرك في الدنيا والآخرة. تعملي لايك انت بتتفرج على الفيديو، اللايك ببلاش. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، والقناة تكبر بيكم وليكم، ونبقى إخوة ونبقى أسرة كده حلوة، ونتفاعل كده مع بعضينا، ونبقى أسرة كبيرة على اليوتيوب. نشوف بقى القرنبيط كده استوى خلاص، كده هنصفيه لأنه هو ما بيحملش غلوة، والتانية هتبص تلاقيه استوى. وما تهرهوش يعني، خليه نص سوا عشان تعرفي تتحكمي فيه في العجينة بتاعته وفي القلي، عشان ما يتهرش منك. لأنه لو اتهرى منك هتبص تلاقيه كله اتكسر واتقطع، وما تطلعش حتة القرنبيطية كده اللي زي الوردة، ما تبقاش يعني ايه، ما تبقاش متماسكة كده. بصوا الحمد لله يعني كويسة. وهفتح عليها المية برضو علشان ايه، تفقد الحرارة بتاعتها شوية. هنسيبها بقى تتصفى مع نفسها كده، وهنروح نعمل لها العجينة بتاعتها. يا رب ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة حبايب قلبي. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويهدينا ويهديكم يا رب. قولوا أمين يا حبايب قلبي. أي دعاء تسمعوه مني أو من غيري قولوا أمين، لعل وعسى تكون ساعة استجابة. واحنا في أشهر مباركة. لسه ما زلنا الحمد لله وبفضل الله في شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم. ربنا يا رب يقبل مننا ومنكم الطاعة، يا رب يقبل مننا ومنكم الدعاء يا رب. ادعوا يا حبايب قلبي بظهر الغيب، ادعوا بظهر الغيب لأخواتكم، وادعوا لكل الناس، ادعوا للدنيا كلها، للي تعرفوه واللي ما تعرفوهوش. وفي ملك لكل واحد يقول لك ولك بالمثل إن شاء الله. أزمة وإن شاء الله هتعدي، ربنا يرحمنا منها برحمته وهو أرحم الراحمين. ده يا حبايب قلبي بقى تحط التوابل اللي نفسك فيها. أنا هعمل التوابل كلها على الدقيق، وبعد كده هقسم الدقيق ده نصين. هنا حطينا كمون، كزبرة، فلفل أسمر، توم باودر، بصل باودر، حبة فيجيتار بس بارد مش حار، حتة بابريكا، حبة شطة. يعني ايه، التوابل اللي بتحبيها والتوابل اللي عندك والتوابل اللي مناسبة للأكلة دي، لأن مش كل التوابل طبعا مناسبة للأكلات دي. هي معلقة واحدة بس خدتها كده تطعم الدقيق، وهنقلبهم. والخلطة دي حبايب قلبي مش هحط فيها بيض، هنعملها بمية كده، مش هحط فيها بيض لأني عندنا مقارمة الدكتور منحها من البيض، من اللبن، من اللحمة، منحها من أغلبية الأكل. تظبط الملح بتاعك، ما تكتريش، راعي ان التوابل بتبقى مالحة، معلقة الفيجيتار دي بتبقى مالحة، فايه ما تكترش ملح عشان ايه. وبعدين انت حاطة ملح في المية اللي انت سلقة فيها القرنبيط عفوا. الجو اليومين دول ما شاء الله عليه، الهوا بقى والبرد، وخصوصا عندنا احنا كمان هنا زي ما تكوني على البحر.
تخرجي من الباب زي ما تكوني ماشية على البلاج بالظبط، الهوا بقى ومش مستحملين نخرج من البيت. الله يعيننا ويعين الجميع يا رب، ويعين بتوع اسكندرية كمان والقريبين على السواحل. الجو عندهم طبعا أصعب من عندنا بكتير جدا. احنا الحمد لله يعني، الحمد لله إلى حد ما في نعمة. كده قلبنا كل المواد الجافة في الدقيق، وهنقسمهم، هنخلي حبة في الطبق ده وحبة هنحطهم ونحط لهم مية، وهنعملهم عجينة وكفر للقرنبيطة. هنا بقى يا حبايب قلبي افتكرت ان انا عندي حبة عدس باقي ربع كيلو. كنت جايبة ربع كيلو عدس، العدس اللي انا وريته لكم اللي كنا جايبينه وشايلينه قبل ما يغلى. كنت جايباه بكام، ب35 او ب36، اللي دلوقتي وصل 40 و41 جنيه. هو بقى الربع كيلو، هو طبق قلت حلو جنب القرنبيط وجنب البتنجان والفلفل، هو طبق بس. حطيناهم، قطعنا لهم بصلاية كبيرة، قطعنا لهم قطعتين صغيرين، فص توم، وهيغلوا وهنسيبهم كده مع بعضهم. حبايب قلب العدس أغلبية الناس بتحط له جزر، بس احنا ما بنحبوش بالجزر. والله انا بحبه عن نفسي بالجزر، بس ابو احمد ما بيحبوش بالجزر علشان بيقولك بيخليه طعمه مسكر. الجزر بيخلي طعمه مسكر. دي التوم اهي دقنها، هناخد حتة صغيرة منها بس كده وهنحطها طعم العدس. هنحط له طبعا حبة ملح بس دلوقتي، وحتة بابريكا، ولما يستوي خالص وتظبطه قبل ما نعمله التومة، بحط له معلقة الكمون والكزبرة عشان الريحة تبقى موجودة زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي. اي اكلة يخش لها الكمون بنحطها اخر حاجة عشان الريحة تبقى موجودة فيه. نقطع لها قرن فلفل اخضر كده، نص قرن بس كده يعني. هو انا ما بجيبوش البيت، ما بجيبش الحراق قوي، لا بجيب اللي هو المعقول يعني. علشان لما يخش النار الحرقان بتاعه يبقى مبلوع كده، ما يبقاش شطة زيادة عن اللزوم. هناخد حتة تومة صغيرة خالص للعجينة بتاعة القرنبيط عشان برضو ما تتعبش حد، يدوب بس طعم. هنجيب لهم برضو كمان حبة خضرة. هنحط لهم حبة خضرة طعم بيهم تكسر اللون بتاعهم وتظبطهم بقى. الحمد لله والله كانت يعني بصوا نص قرن بطاية على بتاع نص كوباية شاي عدس او فنجان عدس، كمان فنجان قهوة مش فنجان شاي. العجينة هي متماسكة والقوام بتاعها كويس جدا وكده حلو قوي. هنحط في دول الحبة اللي زي دي اللي هنعفر بيهم القرنبيط لما يطلع من العجينة. بس دي بقى هنزود لها حاجتين يا حبايب قلبي. دي هنزود لها معلقة نشا. معلقة النشا هي بقى اللي هتخلي القرنبيط بتاعك يبقى مقرمش ويبقى القوام، لان اغلبية الناس بتحب القرنبيط او باي حاجة مقلية تبقى ناشفة ما تبقاش طرية. ربع معلقة بيكنج باودر علشان ينفخها كده وخليها كده تملى العين كده وحلوة ومحترمة. وهنقلبهم في المواجد ده في الدقيق والحاجات الجافة دي، مش هنحطهم في العجينة. القرنبيط يا بنات طالع حلو، بس ما تحطوش فوق بعضه لانه القرنبيط بطبيعته هو طري. هو القرنبيط اساسا بطبيعته طري، فمهما تحاولي تنشفيه هو طري مش هتعرفي تنشفيه. فعشان لما لو حطيتيه فوق بعضه، لو طالع ناشف وحطيتيه فوق بعضه هتبص تلاقيه طر بعضه، يعني اللي من فوق خلت اللي من تحت منها بقت طرية.
عشان كده حاولوا بقدر الإمكان إنك تخليهم جنب بعض، تفرشي كده منديل مطبخ حلو يشرب الزيت الزيادة اللي هيطلع منك، على ما تخلصي تنقليهم في طبق تاني وترصيهم قدام بعضهم. والله يا بنات كان بسم الله ما شاء الله، كان بجد يعني ايه، حلو ناشف إلى حد ما يعني، مش هقولك ناشف جدا، لأ كان إلى حد ما حلو يتاكل. هو أجمل حاجة في القرنبيط بصراحة لما تطلعيه من الطاسة وتاكله على طول. لكن فين الكلام ده بقى لما تعملي وتجهزي وتظبطي ويتجمعوا، عايزة لك ساعة. ربنا يهديهم ويهديهم. كده حبة العدس استوى اهم، هنسيبهم يبردوا على ما نحط الحطة بتاعة القرنبيط دي، وبعد كده ايه هنعملهم ان شاء الله في الخلاط. كده خلص القرنبيط هنقليهم اهو. بص حبيبة قلبي، اللي موجود في البيت عندك اعمليه. والله انا لحد الساعة 4 بقول لكم مش عارفة تاكلوا ايه، نعمل ايه اكل، يقولوا مش عارفين مش عارفين نعمل ايه اكل. ودخلت بسم الله ما شاء الله، والله ربنا بيرزق قرنبيط وفلفل وبتنجان وعدس، والحمد لله بفضل ربنا كله ده في البيت، ما خرجتش اشتريت اي حاجة من بره. عشان يا بنات اقول لكم، لو بصي زايدين منك حبة عدس شيليهم، حبة بسلة شيليهم، حبة فاصوليا شيليهم، الخضرة حطيها في حطها في كيس وحطها في الفريزر. والله كل حاجة في البيت لها عازة، كل حاجة في البيت بتنفع، حتى الكبريتة في البيت بتنفع. يعني الحمد لله الحمد لله لما تكون عندك كل حاجة في البيت. بصي هتلاقي عملتي وليمة وما خرجتش جبت حاجة من بره. هنا بقى علشان لقيتهم حبة العدس قليلين، ندى لابسة ورايحة الدرس بتقول لكم اعملوا لايك. لما تعملي الحاجة، نسيت اني كنت هقول ايه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لما تجيبي الحاجة وتبقى موجودة عندك في البيت بتسهل عليك الامور، وتخليك يعني ايه خفيفة كده، مفيش حاجة صعبة. لسه هخرج لسه هجيب، طب انا دلوقتي مش معايا فلوس، طب الفلوس اللي معايا مش هتكفي. بيبقى كلنا بتيجي علينا اوقات كتيرة جدا كتيرة جدا، الفلوس اللي معاكي مش مكفية او ما معاكيش فلوس خالص اساسا عشان تجيبي حاجة معينة. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق. هنا بقى البتنجانية قسمناها نصين، نصها عفرناه بالدقيق، زادوا حبة دقيق من الدقيق بتاع التتبيلة بتاعة البانيه، الدقيق الجاف ما بحطهاش في العجينة، الدقيق الجاف عفرناها بيه بيبقى طالع حلو يا بنات وناشف ومقرمش وبسم الله، بيتاكل اكتر من البتنجان اللي هو العادي. حبة العدس حبايب قلبي لقيتهم بقوا قليلين خالص، ورحت خفتهم بشوية مية شوية، ومعلقة اكل واحدة بس، معلقة واحدة بس. عملناها شعرية، حمرت لهم معلقة شعرية اصفرت كده، ورحت نزلت عليهم بحبة العدس. ولما بيغلوا بقى وتستوي وتبقى ايدك فيها انتو بتقلبي، أه تروح تطش لها بقى اخر حاجة التومة بتاعتها دي سهلة. انا والله العدس عندي يا بنات بشبهه بكوباية الشاي. بقول لو حطيتي حبة عدس على النار وبتعملي كوباية شاي، العدس هيخلص وهتعمليه يعني في الوقت اللي بتعملي فيه كوباية الشاي. لانه الشتا بقى والجو اللي احنا فيه ده زي ما قلت لكم قبل كده، مش عايز الا العدس، حبة عدس سخنين كده حلوين يجوا على غفلة، سواء تعملي فتة عدس او تاكليهم كده بتنجانية بقى وبطاطساية قرن فلفل، الاكل الشعبي ده اللي الحلو اللي بياكل. مع انه دلوقتي والله بيكلف الاول كنت ب10 جنيه او ب15 جنيه تجيبي كمية، دلوقتي الحمد لله والفضل لله.
هنا بقى يا حبايب قلبي خلصنا الاكل. ده حبة العدس بتوعنا، هنا حبة البتنجان اللي بقول لكم عليهم، قرن فلفل. هنا بتنجان بقى من غير دقيق. ادي طبعا القرنبيط بتاعنا هو ناشف. هنا بقى عملنا قرصين عجة للناس اللي ما بتاكلش القرنبيط. وحسن الختام، سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.